تعال اقول لك واحده من الاستراتيجيات اللي بيستخدمها مجموعه صغيره عشان تسيطر على مجموعه من ناس كبيره. ما لقيتش احسن من الفيل مثال بكبر حجمه، وتلاقي واحد اقل من زلومته في الوزن جره وماشي وراه. بص يا سيدي، الصيادين لما بيحبوا يصطادوا فيل علشان يروضوه بيستعملوا حيله، بيحفروا حفره كبيره على قد الفيل ويغطوها، ويفضلوا يوجهوا الفيل بالتخويف لحد ما يقع فيها، ويقسموا نفسهم فريقين. الفريق الاول يلبس احمر والتاني يلبس ازرق، ويجي كل يوم الفريق الاحمر ينزل ضرب وتعذيب في الفيل وهو في الحفره مش قادر يتحرك شويه، وييجوا الفريق اللي لابس ازرق يطرد الفريق الاحمر ويطبطب على الفيل ويديله اكل ويمشي. تاني يوم يجي الفريق الاحمر يعذب ويضرب، ويجي الفريق الازرق يطردهم ويطبطب وياكل، ويفضلوا يكرروا العمليه دي لفتره. وبعد فتره يجي الفريق الازرق الطيب بعد ما يطرد الفريق الاحمر الشرير يساعد الفيل انه يخرجه من الحفره بعد ما يطبطب عليه وياكله، وبكل سهوله يمشي الفيل معاهم ويسمع كلامهم. وما يجيش في بال الفيل ولا يخطر في باله ابدا ليه سابوا الفريق الاحمر يضربوه كل يوم وكانوا بيكتفوا انهم يطردوهم بس، وليه ما طلعوهوش من اول يوم من الحفره اساسا وسابوه طوال الايام دي يتضرب ويتعذب. كل الاسئله دي غابت عن بال الفيل الضخم، وده واحد من استراتيجيات السيطره يا صديقي، تسمى بصناعه الازمات، واللي بيتم بيها الترويض والسيطره من مجموعه قليله على مجموعه كبيره من الناس.